السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا على فيديو المفاجأة، فيديو الجمال، فيديو الحلاوة. يلا بينا على جولة في فيلة أختي الصغيرة. بجد أنا بعتبرها فيلا، هي فيلتها مملكتها. القصر بتاعها، لا بجد ما شاء الله ما شاء الله. تغيير جذري كامل في الشقة بشكل غير عادي، اللهم بارك. طبعا أختي دخلت شقتها التمليك دي من غير ما تعمل فيها اي توضيبات، كانت على نقاشة خفيفة وعادية، ما عملتش اي شغل فيها رغم ان جوزها هو اللي بيشتغل الشغل ده. ما كانتش عاملة اي تجديدات. هنا انا بفرجكم ما شاء الله، ده الريسبشن. بصوا بقى، تعالوا نشوف شغل جوز اختي، ما شاء الله شغله تحفة، اللهم بارك. ربنا يزيد ويبارك ان شاء الله ليهم ويملح لهم سعادة وهنا كده ويفرح قلبهم بيها. آم، شغل عالي حقيقي يعني. هنا دخلوا الستاير جوه الجبس، وكمان عمل إضاءة ليد كده للستاير مخلية المنظر روعة، خصوصا لو كل الإضاءات متطفية يعني بيبقى المنظر تحفة جدا. الستاير بس اللي بتبقى منورة بتديها إضاءة هادية كده حلوة قوي 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 قوي. بصوا هنا في ليد من بره في الإطار اللي معمول ده مع السبوتات. طبعا عملت CNC وحواليها سبوتات كده. بص المنظر تحفة والله العظيم، شغل روعة روعة روعة. على فكرة الشغل ده مش جبسن بورد اللي هو الجاهز يا جماعة، ده اللي هو الجبس البلدي. أما الحيطة دي بقى عملها لها نظام حجر، حجر اللي هو السادة والحجر اللي هو البارز ده. برضي شغل ايده، الحاجات دي كلها هو عاملها بايديه. وهي جابت ما شاء الله الشجرة الجميلة دي، بصوا ما شاء الله. كفرات السجاد جديدة برضي. بصوا هنا فصلت الحيطة علشان كانت طويلة قوي، في عمود في النص. عملوا منظر التابلو الحلو ده بجد. المنظر ده تحفة يعني، اللي هو ايه اللون الأخضر كده. تمام. كسر يعني المنظر بتاع الحيطة. تمام. ادى لون حلو قوي مع الليد، كمان مدي منظر روعة في اللي هي النخلة اللي من هناك دي مع اللون الأخضر اللي من هنا، مخلي المنظر جميل جدا جدا جدا. بجد عجبني قوي ما شاء الله، قمة في الجمال. السبوتات دي بتنور اللي هي فوق الحجر، الحيطة الحجر دي بتنور لون أصفر وبتدي كمان اللون الأبيض. هي هنا على اللون الأصفر، شكلها حلو جدا. الليد اللي من فوق ده زي ما انتم شايفين مدي اللون الأصفر الجميل ده. هنا بقى أنا بقول لكم باي باي. هنا الركن بتاع النيش، الجزء التاني فيه النيش والسفرة زي ما انتم شايفين الجمال والحلاوة. طبعا النيش نزلناه مرتين، أنا قلت لكم في الفيديو اللي فات. احنا اتطحنا والله العظيم شغل، وهو كمان اتطحن وتعب، بس ربنا عوض تعبهم خير الحمد لله. بصوا الكفرات بتاعت السجاد دي تحفة، فيرزاتشي كده ولونها عاجبني قوي قوي. هي لسه برضه مع التجديدات الجديدة دي لسه جايباها. كل الكفرات اللي انتوا هتشوفوها دي لسه هي فرشها جديد، اول فرش ليها. ربنا يهنيها ويسعدها. الحمد لله ربنا عوض صبرها خير والله العظيم. صبرت كتير الحمد لله. باب الشقة اتغير تماما بالتجليدة اللي اتعملت له من بره ومن جوه دي. الباب بقى فعلا باب فيلا حقيقي، الباب منظره تحفة. صبرت كتير، استحملت كتير معاه يعني. والله هما الاتنين تعبوا كل حاجة، محدش ساعدهم في حاجة يعني، هما تعبوا على نفسهم. الشقة دي بالذات كانت مجهود وتعب. كلنا وقفنا جنبهم وبقينا نساعد بإيدينا علشان نشوف الجمال ده. آه، الشغل ده تمام هو لسه عامله. لكن في النقاشة اللي قبل كده والشغل اللي قبل كده احنا عملنا ووقفنا وعملنا. انا هنا ساعدت في دهانات خفيفة في الفيديو اللي فات اللي انتوا شفتوه، حاجات خفيفة. بس هم تعبوا اكتر حقيقي، قعدوا مدة طويلة، خصوصا ان هو بيروح شغله وسط الطرقة بقى. لا
جميلة والله العظيم، تحفة 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 بجد يا جماعة. والنجف اللهم بارك اللهم بارك. هنا بصوا النجف بتاع الطرقة ده حاجة سيمبل وتحفة تحفة تحفة. وطبعا الزوايا دي برضي لسه جديدة، كلها عاملينها لسه جديد، مركبينها. يعني عملوا الزوايا والبيبان بتاعت الأوض دي ما كانتش اللون ده، لسه معمولة برضه جديد. كل ده هو اللي عامله بإيديه وهي معاه. ربنا الحمد لله عنهم لحد ما شاء الله بصوا طلعوا النتيجة اللي انتوا شايفينها دي. بصوا بقى ما شاء الله الكفر بتاع الطرقة ده، كفر السجاد بتاع الطرقة ما شاء الله جميل جدا جدا جدا، يعني اللهم بارك. هنا هندخل على أوضة الأطفال. أنا بوريكم الباب، بصوا جماله، دهنه كمان بطبقة شمع مدياله لمعة حلوة قوي قوي قوي. هندخل بقى على أوضة الأطفال ونشوف الحلاوة والجمال. بصوا اللهم بارك اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. ده كفر السجاد بتاع الأوضة بتاعت الأطفال. هنا عاملة سندباج لعمر علشان يتمرن عليه، والاتنين كومودينو دول بتوع أوضة النوم ملهمش مكان فعملناهم بالشكل ده. هتستغله ان هي تحط عليه الألعاب بتاعت الولاد. طبعا السراير دي كان لونها أخضر تمام مع لونين تانيين كده، فكانت صعبة جدا حقيقي. اتغيرت وبقيت اللون الأبيض، غيرتها هي دهنتها بإيديها. شايفين النجفة الجميلة السيمبل الحلوة قوي دي، ماشية مع كل حاجة حواليها. كل حاجة اللهم بارك اختيارها وذوقها عالي جدا وحلوة قوي. تمام. هنا برضي الإضاءة اللي هي في الستارة دي حلوة قوي قوي قوي، في ان الولاد عندها بيخافوا جدا من الضلمة، ما بيحبوش يناموا في الضلمة. دلوقتي بتطفي كل الإضاءة تمام، وتسيب لهم بس الستارة دي منورة، بتبقى كفيلة انها تنور الأوضة كلها. بصوا الجمال ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك اللهم بارك، ربنا يهنيهم يا رب. بجد الشقة اتغيرت تماما والله حقيقي، اتغيرت فعليا كأننا يعني شلنا الشقة نطفت لكم النور اهو عشان يبان الإضاءة بتاعت الستارة، بوريها لكم بقول لكم شايفين الإضاءة. احنا كنا كمان بالنهار لو شايفين اهو الضوء بتاع الشارع عاكس من الشباك. ومع ذلك الإضاءة زي ما انتم شايفين ما شاء الله جميلة اهي. بالليل بقى بتبقى تحفة، يعني بتبقى واضحة قوي. آه، لا اللهم بارك، ربنا يتملهم يا رب ويفرح قلبهم. بصوا انا قربت لكم اهو عشان اوريكم الليد اللي موجود فوق الستاره، حاجه كده جميله وتحفه ما شاء الله، ربنا يهنيهم يا رب. الكرسي ده زي ما انتم شايفين احنا لافين عليه كده قماشه لونها اسود، وحاطين عليه سكت بتاع ده سكوتش تمام لزق، علشان خاطر ما يجرحش الحيطه. تمام. هنا دي الطرقة الصغيرة اللي داخلة على أوضة النوم، طلعنا من باب أوضة الأطفال دخلنا بقى إيه على أوضة النوم. عايزين نشوف الشغل اللهم بارك، والكفرات بتاعت السجاد اللي هي جابتها اللهم بارك. لا حاجات جميلة اللهم بارك، غيرت الشقة تماما تماما تماما. عشان كده بقول لكم الفيلا هي فيلا صغيرة ومحندقة بس تعتبر فيلا، ربنا يهنيها ويسعدها ويفرح قلبها بيها. طبعا الستاير كلها كانت على مواسير، دلوقتي اتغير انا وريتها لكم في الفيديو اللي فات، اللي هو الخشب اللي في السقف بالمجرى اللي هو عاملها. بصوا برضي ما شاء الله الكفر هنا بتاع السجاد تحفة تحفة ما شاء الله. عمل لها بقى الستاير جوه الجبس، حاجة كده جميلة ومدية شكل جميل قوي. وكفر السجاد بصوا اللهم بارك جميل جدا جدا جدا، اللهم بارك. آه، فاتغيرت كلها بقيت ايه على مجريين كده، فمدية مع الإضاءة ما شاء الله شكل جميل جدا. بصوا الليد والسبوتات اللهم بارك. النجفة بقى هنا حاجة كده عسل عسل، لايقة مع أوضة النوم جدا 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 ما شاء الله، يعني فعلا ماشية قوي 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 مع أوضة النوم. معلش أنا آسفة على البكسلة بتاعت الكاميرا دي. بصوا النجفة ما شاء الله ماشية جدا جدا مع الشغل الموجود جوه أوضة النوم. لا الشكل اتغير،
الوضع ما شاء الله بقي مختلف تماما. الشقة بقي شكلها روعة، اللهم بارك حاجة، اللهم بارك، ربنا يفرح قلبها يا رب. احنا تعبنا وتهدينا الايام اللي عدت دي في الفرش والتنظيف والحاجات دي كلها. بصوا طفت لكم النور خالص، بصوا الجمال، شايفين المنظر؟ دي باينة قوي 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 بقى. بصوا ما شاء الله حلوة جدا 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 جدا. هنرجع ننور النور تاني. ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يهنيها. بصوا منظر الطرقة بقى، هجيب لكم صور للطرقة. بصوا الجمال، اللهم بارك. طفينا النور. دي صورة كبيرة كاملة كده للريسبشن، حاجة كده تحفة. الحيطة الحجر مع الزرع اللي في النص كده ما شاء الله جميل قوي، والليد اللي حواليه. لا، عجبتني اللهم بارك، وعجبني الشغل. الشقة بعد الفرش بقيت حاجة تحفة. ربنا يهنيهم، ربنا يهنيهم ويسعدهم بيها يا رب. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وده سبب غيابنا عنكم في العيد، والله العظيم اتهدينا. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وشجعونا.